هل من الممكن انه عمليه اصلاح لانف تبقى ناجحه لعمليه فاشله قبل كده؟ طبعا ممكن. يعني مش هنسيبها بالوضع ده. لا، في طبعا ممكن. بس انا عندي انطباع بيني وبينك من كتر ما بتكلم معاكم مع جراحين انه الاصلاح لعمليه الانف الفاشله حاجه مش لطيفه. هي طبعا مش سهله. يعني هي مش سهله، بس هو تحدي. يعني ازاي ان انت ترجع شكل الانف؟ ازاي هحتاج ان انا هاخد يعني رقعه، ممكن يكون احتاج ان انا اخد رقعه عظم واخد رقعه غضروف من مكان تاني في الجسم عشان اصلح بيه الغضاريف واصلح بيه الجزء العظمي اللي مثلا حصل فيه مشكله. احنا بنتكلم ان الردود بقى لثالث ورابع مره. ودي مشكله بقى. لان بتبقى يعني انت كل مره عندك حاجات ممكن تستخدمها، انت خلصت مني كل الحلول. يعني استنفذت كلي. لكن برضو ستيل ممكن نقدر نصلح كل الحاجات دي، بس طبعا بيبقى اصعب كل مره. يعني انا دايما بقول لو حد مش عارف يعمل العمليه الاولانيه بيرفكت، الاحسن ما يعملهاش، لانه بيضيع تشانس كويسه قوي. طبعا انا عامله انفي مع دكتور طارق، الله يعطيه العافيه. انا كان في عندي ميلان واضح في الانف، الان الانف ما شاء الله ستريت، والارنب رجعت في مكانها زي ما كانت قبل. طبعا العمليه عمليه ترميم ما شاء الله، يعني ما شاء الله تبارك الله، فالشغل جبار. وانا طبعا الريفيو حقي وانا جايه من السعوديه، انا انصح اي شخص اي احد جاي من اي مكان يجي الدكتور طارق، يعني عن مسؤوليتي. من احلى التجارب اللي مرت عليا ان انا اتعاملت مع دكتور طارق. كان عندي مشكله في مناخيري بسبب حادثه، حقيقي صلحها لي. فنان، نحتته ورسمته للمناخير وتناسقها مع الوش، حقيقي فنان. من احلى الاكسبيرينس اللي مرت عليا ان انا اتعاملت معاه حقيقي، وبجد حابه اشكره.